نصيحة بلاش تعملوا الكيك ده، عشان مجرد ما هتعملوه مرة عايزة اقولكم ان انتوا هتعملوه على طول وبالتالي هتتخانوا قوي. الكيك ده خطير بالرغم ان هو خفيف وسريع وسهل ولذيذ جدا، الا ان الكالوريز فيه عالية قوي، بس بجد من حلاوته يستاهل. يلا اقولكم عملته ازاي. 4 معالق كبار من الزبدة ندهنهم في الصينية او القالب اللي احنا هنحط فيه، ونرش عليهم 5 معالق كبار من السكر لغاية ما يغطوا ارضية الصينية كلها. ونبدأ نجيب البلح الاسمر او البلح الامهات، طبعا نكون شايلين النوى بتاعه والقشر، ونرصه كده وشه لتحت عشان لما نيجي نقلب الكيك يبقى شكله حلو. هنا بقى كان في خناقات يعني عشان كلهم عايزين يعملوا الكيك ده مع نانا، والحمد لله ما كانش فيه خساير. هنجيب بيضتين نحط عليهم فانيليا وقرفة وكمان السكر ونقلب كويس قوي، وبعدين نحط الزيت على الزبدة. كل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو ما تقلقوش خالص. وحطيت اللبن والدقيق عليه البيكنج باودر ورشة ملح، ونقلب الكلام ده كويس قوي لغاية ما الخليط بتاعي يبقى زي ما انتوا شايفين كده، القوام بتاعه تقيل شوية. وما تقلقوش من اللون بتاعه، اللون كده بسبب القرفة اللي احنا حطيناها. نحط خليط الكيك على البلح وندخله الفرن على الرف الوسطاني درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة بس. نطلع الكيك نقلبه بقى ونسلك الجوانب بتاعته، هتلاقوا السكر مع الزبدة تكرمله مع البلح الاسمر. مش قادرة اقول لكم الميكس رهيب، بس خلي بالكم هتتخانوا، انا مش مسؤولة. جربوها وابعتولي.